كاين دفع من دفع قلب الامور. لو صرات هذه اللقطه هذه مهاجم تاع المنتخب المغربي احنا ما نقدرش نقلب الامور هنا. يا امين راهو شدوا راهو دفعوا. شوف انا بالنسبه الي وقلتها كي شفت اللقطه على المباشر قلت انه صعب جدا على الحكم انه يصفرها ركله جزاء. انا بالنسبه الي تقدر تكون ماهيش ركله جزاء ومن بعد يبقى الحكم للحكام. انا كنت قلت لك انه مالي ستكون اقوى من المنتخب التونسي، ولكن في الترشيحات نرشح تونس كيف لا اعلم. انا ايضا رشحت تونس للتاهل لكن عن طريق ركلات الترجيح. توقعت انه المباراه ستكون متعادله، لكن لما بدات المباراه وطرد احد لاعبي مالي الفرصه كانت مواتيه لتوانسه. مباراه نيجيريا تفهم مباراه نيجيريا الطريقه اللي دخل بها المدرب ما قراش مليح المنافس، سجلوا عليه 3 أهداف. النهار اللي ولات تونس تلعب بالطريقه تاعها لو كان لعب على ما داش المباراه بنفس الطريقه تاع الشوط الثاني. انا نشوف انه مشكل مدرب ثاني عندهم. مشكل مدرب محمد كما قال لك مشكل مدرب. نتايا سجلت هدف في الدقيقه 88 ما قدرتش تجيري المنتخب المالي تجيري تسير التقدم ب10 لاعبين، تسير التقدم تاعك في الدقائق القليله التي تبقت وخرج 2 لاعبين هما اللي كانوا شادين الاستحواذ منهم. هذا حنا ارتكب خطا. لانه تاهل قبل الوقت قبل الصافره. هو اعتقد انه تاهل، وهذا الامر يحدث كثيرا، خطا شائع في اوساط المدربين. انت لما تفشل انك تسير دقائق معدوده وانت متقدم والفريق المنافس منقوص، هنا صدقني وانك انت لا تستحق التاهل الى الدور. نعم الى المنتخب. تفضل محمد. انا نظن انه المدربين الاجانب تقريبا هما اللي ينجحوا مع المنتخب التونسي. الكاس افريقيا الوحيده تاعهم جابها لهم روجي لومير. نعم. وشفنا لما لعبوا كثير مع مدربين فرنسيين مش لازم يكونوا كيما الان جيراس وكذا، حققوا نتائج جيده لانه الضغط كبير من الصحافه تاعهم على المدرب المحلي. مش فهمت دائما لما يكون مدرب محلي ويفهم اللغه تاعهم ويتبع البلاطوات يعيش ضغط كبير جدا. نعم. مقارنه بالمدرب الاجنبي. نعم. الى مباراه اخرى قاسي سعيد. المنتخب المغربي اليوم تاهل الى الدور ربع نهائي من كاس افريقيا على استحياء بعد فوزه على تنزانيا هدف مقابل 0 في مباراه كانت تفوق فيها نسبيا للمنتخب المغربي امام منتخب تنزاني. حاول ان يغلق المنافذ ويقوم بهجمات مرتده سريعه من اجل مفاجاه الركراكي واشباله، لكن المغرب عرف كيف يتأهل في نهاية المباراة. كان هناك جدل تحكيمي بخصوص إحدى اللقطات سنشاهدها بعد قليل، ضربة جزاء طالب بها لاعبو المنتخب التنزاني، لكن